يلا ولك روح الزمها وجيبها يلا. ولك انت شنو فايدتك بالبيت لعد؟ بس تاكل وتجلس حفارتك وتنام. انا من كنت بعمرك كنت خلفه مال سيراميك. نشوف فوقها لسان شطوله. شكو عمي شو تريد من علاوي؟ شفت فاره بغرفتي وريده يروح يلزمها. ماما هاي ام الجيمر واقفه بالباب وتقول تريدون جيمر. روح قول لها لا من ريد. اوقف ولك لا تروح انا اروح لها. قول حجي ايش قد رايد؟ لو تدري ايش قد احب الجيمر عرب. هو غير طيب وكل الناس تحبه. هو ايش يجي منش طيب بقع الجيمر؟ ايش يجي مني؟ ادري ايش قالوا لك علي هاي شي. اقول لك اذا اشتريت منك الصينيه كلها تجين انت هم وياها باعتبارها لاطشه على راسك. وين ما لاطشه براسي؟ يلعب شلون ما توقع ها؟ هسه فضني تريد تشتري جيمر لو لا؟ شو اسوي بالجيمر؟ انا اريد اخذك انتي. شوي ابو قاضي شو اسوي بك انت ما تقول لي؟ خايبه هذا الشويب يسوى كل الشباب، شيوعي سابقا ولاعب جمباز حاليا. لا عين روح الله ينطيك. هسه دي وافقي وشو تريدين يجرالك؟ ما يخالف راح اوافق بشرط لازم تشتري لي نص كيلو ذهب. نص كيلو ايش قد سعره؟ وانا ايش مدريني، فكر بيها وفد يوم ينهمد بابكم هيك وقت، واذا جايب الذهب بيومها نروح نعقد. اودعناكم. جويسم ها يابا شكو ها؟ هاي هي سالفة حيل استوت، قررت اتزوج بعد. شلون؟ مثل ما سمعت لقيت امك المستقبلية وراح اتزوجها. يابا يعني الى متى نبقى بهاي المعمعة ها؟ ما تريد توب انت عن هالسالفة؟ ولك من ايش اتوب من النسوان؟ لك ذن نعمة واللي يكرهها يعمى. لا حول ولا قوة الا بالله. هالمرة انا قافل وراح اودع العزوبية وادخل عش الزوجية لو مطي يركب مطي. اخوان ساعات صاعكم وما قدرت الزم نفسي وجيت. تعالوا لك انت ماخذ 4. احكي له لصاحبك ليش الرجال لازم ما يظل بدون مرة، احكي له. صحيح والله ما ترى مبد. شو ما ترى مو بزيد انا صدق تحكي. هي هسه تصبر يا ابو حمودي. ايه حجي هي شو اشترطت عليك حتى تتزوجك؟ كل شي ما رادت بس نص كيلو ذهب. نص كيلو؟ وانت تدري هالنص كيلو بيش يجي؟ بيش ما كان مو مشكلة، انا اشتريه بفلوس التقاعد مالتي. ابو حمودي انشو خلنا ناخذ الحج المحلات الذهب حتى يشوف الضيم بعينه ويتوب بالكت. هسه انا اريد ازوج ابني سعيد، شلون اتزوجه وهذا السعر الذهب معلق؟ وابني سايق تك تك يوميته 20,000. ايش اسوي لك انا يا حجيه؟ اشتري له ذهب برازيلي. لا دادا شلون يصير؟ ايش راح تقول علينا الوادم؟ اي لا شو اسوي لك؟ ما تقولي لي بطلي لا تزوجي، شنو ضروري الا يتزوج؟ سلام عليكم. وعليكم السلام. اقول لك اوزن لي نص كيلو ذهب بسرعه ما عندنا وقت. حج انت مبين عليك ثقيل واحنا الصاغه نحب الثقال. تعال السريع خله ادز لك كابتشينو بالاول. تعال هسه تحكي له لابويا بيش سعر نص الكيلو ذهب، لان مثل ما قال لك هو مستعجل. النص كيلو يا حجينا يسوي تقريبا 78 مليون. انا اشوف اذا تشتري كيلو افضل حتى نطيك سبيكه. جويسم انا بطلت، اذا تريد انت روح اتزوج. صبحكم الله بالخير. صباح النور، هلا بسيادة النائب دريد داقوقة. اقول لك ابو مروه انا عندي مبادره وراح ازوج كل شباب المنطقه قبل الانتخابات، ويا عرسان يجوك الذهب مالهم علي. فدوى اروح لك حج دريد، والله انا وابن سعيد وباخي ولدي كلنا راح ننتخبك. يلا سمعت ايش قال؟ انطيني نص كيلو ذهب وسجله على النائب. ابو مروه بشرط عمر العرسان لازم ما يتجاوز ال 25 سنه. لا يا هتلي. والله عمي زين، يعني هاي الطلعة المبادرة مال دريد داقوقة تنحسب له. زواج جماعي كل شباب المنطقة شي مو قليل. اي والله انا هم تعجبت، يستاهل ننتخبه والله. اخوان اذا عندكم بنات بقرايبكم منا انا وميت هسه حيل مستعدين نتزوجهن قبل لا يخلص هذا العرض. اي والله انا هم حيل متوازي. اب زيدان بلكت فد اخت لام مخدود حتى لو تشبهها هم مشكله. ولكم مخدود تسوى راسك يا امعه، هاي ربك خلقها وكسر القالب. المهم هسه انا ثبتت وراح انتخب دريد داقوقة. اخوان اذا ما عندكم شي فراح اطفي المولده لان خلصت غاز. هو هاي مو خوش سالفه، وين نروح هسه؟ ابو حبشكه انت اذا تشوف وضع الكهرباء المحوله مفجوره والمولده عاطله، شو تسوي هسه؟ شوف لنا حل. روحوا شوفوا من فجر المحوله وعطل المولده، خلي هو يصلحهن. ابو حبشكه ترى 100 مره قلت لك كنت مظلوم وطارديني من الانتخابات وهيك سويت.
كفرت خو ما كفرت. هاو لا تنسى منو دفع كفالتكم انت وربعك زعبور وميت وطلعكم من السجن. يابا هم خلف الله عليك، بس هاي مو معناتها تهذلنا بيها. اخوان لا تشيلون هم، هاي جبت لكم محولة ومولدة جديدة، دلوني بس وين انزلهن، وما اوصيكم لا تنسوني بالانتخابات. هاي نصبنا وشغلنا المولدة الجديدة وراح تظل تشتغل الى ان تجي الوطنية. عمي رحم الله والديك، وهاي اصواتنا تستاهلها وتدلل. اي والله كفو منك دكتور طاهر، راح ننتخبك ونريدك تسوي حي العطلات مثل منطقتك حي الطقوق. محمود ابو الصمون كان معزل فما جبت لك شنو هاي؟ يلا مو مشكلة، راح اسوي لكم سباكيتي بعدين على العشاء. شي جنبيت السباكيتي، هاي شمهلاش طالعه اليوم؟ اني دوم حلوة، شنو قابل جديدة علي؟ شنو هاي الترتيباتك وشي صاير؟ ايش صاير قابل؟ شوية ميك اب على الخفيف وتسريحة شعر يم نشمية. نشمية من الصالون؟ ايه، مسوي عروض مجانية لكل نسوان المنطقة، وقالت اذا ضمنت اصواتكم بالانتخابات حتى فيلر ونحت وحقنا نسوي لكن ببلاش. خايبات والله العظيم لعد الا انتخب نشمية. اي والله تستاهل اصواتنا. اليوم انا ملك بشرفي، حتى هارون الرشيد هم مو مثلي. بابا زيدان طق لي دفرة وطلعت على باب الكنتور وانكسر. ولكم ولد النحل دوامكم ظهر يشعدكم بالبيت. ما علينا مزهر، افتح ابواب المدرسة خلي نجيب الجهال يداومون. وين يداومون يا اب حمودي؟ غير المدرسة حرقها ابو زيدان. ما يخالف هسه نذب الرحلات المحروقة برا ونجيب الجهال يقعدون على القاع. أنا ما أدري ليش أنتم مصرين إن جهالكم يداومون اليوم، ليش تريدون تتخلصون منهم؟ إيش عندكم بالبيت؟ اخوان روحوا جيبوا جهالكم، دبرت لهم مدرسة جديدة، شلون يا مدرسة؟ نصبت لهم كرفانات مؤقتة اشتريتها من مالي الخاص، وراح تصير مدرستهم الى ان اعمر هاي المدرسة المحروقة. يعني راح تبدل الرحلات المعترقة لو شلون؟ مو بس الرحلات، وانما راح اعمر هاي المدرسة بكل تفاصيلها واسويها مدرسة نموذجية مواكبة للعصر، وبالمقابل بس اريدكم تصوتوا لي بالانتخابات. على هاي راح نبصم لك بالدم. ابو زيدان ترى احنا وعدنا ننتخب نشمية وقبل طاهر وقبل درة داقوقة، ذولاك شلون؟ اي والله ذولاك هم سووا لنا شغلات كبيرة، المن ننتخب هسه. ابو حبشكة هاي حل لنا اياها، ترى الشغلة صارت عويصة. اي والله كل واحد قدم لنا خدمة كبيرة وهسه حايرين المن ننتخب. تمام مو مشكلة، هسه تروحوا جيبوا المرشحين للحديقة وهناك انا اقول لكم المن تنتخبون. اخواني واخواتي المرشحين للبرلمان، انا جمعتكم اليوم حتى اطلع اهل المنطقة من حيرتهم وحتى يعرفون المن ينتخبون بالضبط. فنبدي بيك دريد داقوقة، انت ايش قدمت للمنطقة؟ أنا سويت مبادرة زواج جماعي مدفوع التكاليف الكل شباب المنطقة بحال ضمان أصواتهم. خطوة ممتازة الصراحة وبنفس الوقت مكلفة، بس تقدر تقول لنا منين راح تجيب كل هاي الفلوس؟ يعني نائب بدورتين وعندي خير من الله. خوش، وانت دكتور طاهر؟ انا هم جبت لكم محولة كبيرة ومولدة للمنطقة بتمويل ذاتي من اصدقائي المقاولين ورجال الاعمال. أنا هم تكفلت بجمال نسوان المنطقة وراح أسوي لهم عمليات أخليهن يشقن شيء، والتمويل طبعا من الكتلة اللي أنا منتمية إلها. وانت استاذ عبد؟ أنا لزمت موضوع المدرسة وترميمها والكرفانات، لأن تكلفتها تقريبا 2 مليار أو أزيد، والممول مالي حج عطوان. خوش، ودعايتكم الانتخابية ايش قد كلفت؟ وتجاوزت 10 مليار لكل واحد من عندنا. تمام، يعني كل واحد بيكم صارف خلينا نقول 15 مليار، وهو بعد اصلا مو صاير نائب. اي نعم. ومن تصير نائب ايش قد راتبك الشهري؟ ها؟ ايش قد راتبك بالشهر ايش قد راح يصير؟ قول يعني 15 مليون. هذا معناه 180 مليون بالسنة، وبأربع سنوات 720 مليون، صح لو لا؟ اي صح. إلى عاد شلون راح توفون ال 15 مليار اللي صرفتوها سواء من جيوبكم أو من الكتلة الحزبية أو بتمويل من التاجر أو المقاول؟ ها؟ هو انت من تصير نائب ربك راح يفتحها عليك وهو الرزاق وتطلع بدال 15 150. كابتن شوف شغلك. انو اقول لك الغوا امتيازات كل النواب وخلوهم بطرق راتب دين. يلا باي. هاي شنو؟ خلص انلغت امتيازاتكم وراح تشتغلون منا وغاد فقط للوطن والمواطن. زين؟ لا عاد انا انسحب. انا هم
الله لا ينطيكم، أنا هم انسحب. سلم لي على الوطن والمواطن، تمام لا. شفتوا هسه بعد عرفتوا لمن تنتخبون مو؟ عمي تعالوا ارجعوا، اريد اسوي عمليات النسواني. ومدارس الجهال والمولدة نحتاجها يا معودين. وزواج القاصرات هم. لا ولد زواج جماعة مو كاسرات. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون تدوسون لايك وتشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد.